السلام عليكم خوتي الرجاويين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم عند خوكم انا رجاوي في فيديو جديد. كتفرج فيا فراك عارف شنو غدير، اشتراك الا كنتي اول مره تشوف القناه وشي لايك للفيديو، وما تنساش تفعل داك الجرس باش يوصلك اي جديد. المهم هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه الملخص ديال الميركاتو الرجاوي. هذا الميركاتو اللي كان اخر يوم فيه هو يوم 19 من هذا الشهر هذا، واللي نيت في اخر يوم المكتب داروا خدمه ماراثونيه باش انهم يسدوا لنا داك الخصاص اللي كاين في الدفاع وفي الهجوم، حيت انهم تعاقدوا في الساعات الاخيره من الميركاتو مع جوج لاعبين في مركز الدفاع وجوج في الهجوم. والهضره هنا على كل من المدافعين بن عيسى بن عمر وياسر بالدي. كما تعاقدنا ايضا مع المهاجمين السوسي والنجاري. كما اننا قدرنا ايضا في الساعات الاخيره من الميركاتو اننا نرفعوا المنع وقدرنا ناهلوا جميع اللاعبين اللي تم التعاقد معهم، واللي هما الحارس مهدي الحرار، تونسي هاني عمامو، الفردوسي بعدي، زايد كل محسن بودا، بيكورو، صاخو، بالاضافه الى بالدي وبن عمر والمهاجمين السوسي والنجاري. فهادو هما اللاعبين اللي تعاقدنا معهم في الميركاتو، اللي من ضمنهم 4 ديال الاجانب. وعلى ذكر الاجانب فراه الرجاء حاليا كتوفر على 7 ديال الاجانب، واللي هما تونسي هاني عمامو، الموريتاني محسن بودا، الجزائري يسري بوزوق، السنغالي صاخو، الغيني كامارا، الايفواري هيرفي، بالاضافه الى بيكورو اللي من غينيا الاستوائيه. وحنا كاملين كنعرفوا ان العدد ديال اللاعبين الاجانب اللي مسموح لهم انه يكون في كل نادي مغربي هو 5 ديال الاجانب، يعني ان الرجاء ملزم على انها تلقى شي حل باش تخفض عدد الاجانب ل5. الاداره راها كتقلب على شي حل لهذه القضيه، فواش غادي يهبطوا جوج لاعبين للامل ولا شنو الحل اللي غادي يديروا؟ المهم خاص يديروا شي حل، حيت العصبه كتعرف ان الفريق خاص يسجل 5 ديال اللاعبين كحد اقصى ديال الاجانب. هذه المشكله ديال الاجانب اللي خلاتني نطرح بعض الاسئله مع راسي، اللي هي علاش العصبه الاحترافيه محدده لنا عدد الاجانب في 5 ديال اللاعبين فقط، وعلاش ما غيكونوش اكثر، على الاقل 6 ولا 7 بحالنا بحال المنافسين ديالنا في الافريق. فاش كتشوف ان الترجي والاهلي ولا حتى صن داونز ان الاجانب هما اللي هازينهم وكيديو بهم الالقاب، وفي المقابل حنا مازال كنضربوا باش نخفضوا عدد الاجانب وباش نصدروا هذا باش يجي لاعب اخر اجنبي، والنيت بسبب هذا الشيء كتكون انك مضطر باش انك تفرط في اجنبي واعر على حساب مغربي مقتول. واحسن مثال هو بادي بانكا، وغير العام اللي فات كان دومينغو. هذا الاخير اللي يكون كان مغربي انا متاكد انهم ما غيفسخوش معاه، بحال شحال من مغربي مخبي في الفرقه. خلاصه ديال هادشي انا كنتمنى انه شي نهار العصبه ترفع داك العدد شويه، باش هكا غادي تعطي خيارات اكثر للفرق الوطنيه في الانتدابات. مهم علينا اخوتي نرجعوا للموضوع. هاد الانتدابات اللي دارت الرجاء فراه غنشوفوهم في المباراه القادمه في البطوله الوطنيه ان شاء الله، وان شاء الله يقدموا الاضافه، خصوصا الدفاع والهجوم، حيت كاملين شفنا الرجاء الماتش الاول كونتر بركان، وكلنا شفنا البونتوش المقتول. فدابا حاليا عندك فرقه رسميه واقفه وبونتوش في المستوى، فاللي كنتسناو حنا كرجاويين هو نشوفوا هاد اللاعبين في التيران مع الرجاء ونوقفوا على الاداء ديالهم. وانا شخصيا كنتسنى الماتش الجاي ديال البطوله باش نشوف الفردوسي في ذاك الوقت. المهم اخوتي بالرغم من هاد الانتدابات اللي درنا اللي واصله 11 انتداب، فراه ما نقدرش نقولوا واش ميركاتو واعر ولا لا، حيت الميركاتو ما كيتقاش بالكم وانما كيتقاس بالمردوديه داخل الملعب. داكشي علاش واخا نجيبوا اللي جبنا ما نقدروش نحكموا عليه حتى نشوفوه في التيران مع الفريق. المهم اخوتي هادشي اللي كان في الفيديو هذا، كان فيديو خفيف غير باش ما نغبرش عليكم. الا وصلتوا حتى لهنا اخوتي ما كرهتش انكم تخليو اشتراك في القناه وتخليو حتى شي لايك للفيديو، وما تنساوش تفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد. المهم حتى لدابا ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في ريسكم وديما رجا.